هنعمل مع بعض النهاردة طبق ملوش حل. طبق بيتي فور عمايل بيتي أحلى من 100 جاهز 100,000 مرة. لو حتى محلات ايه ولا أشهر محلات مين، ده أحسن منه 100 مرة وبأقل منه بأضعاف مضاعفة. بصوا المنظر، لوحة فنية. بصوا التزيين بتاعها بسيط ومش محتاج أي مجهود ولا أي حاجة، وتكاليفها طبعا بتعملي كمية أضعاف مضاعفة من نص كيلو بتجيبيه من الجاهز. تمام. فالطبق ده هنتحدى بيه أشهر المحلات بتاعت الحلويات. فتعالوا نشوف الفيديو من أوله لآخره علشان نشوف طبق الجمال دوت طلعناه ازاي، والبيتي فور العسل ده الجميل القمر ده زيناه ازاي وعملناه ازاي ومقاديره ايه. يا ريت نتفرج على الفيديو من اوله لاخره، وتنسونيش في اللايك ونشوف الفيديو كله علشان نستفيد من كل حاجة بتتقال فيه. يلا بينا نشوف الجمال ده طلعناه ازاي، ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده هنعمل البيتي فور. هنقول مقادير الكيلو. الكيلو دقيق 850 جرام زبده غير مملحه. لو هتعيري بالكوبايه حوالي 4 كوبايات وربع. وعندي كمان 340 جرام سكر بودره، يعني حوالي كوبايتين ونص. وعندي 4 بيضات، وعندي حوالي معلقه كبيره فانيليا او 10 جرام فانيليا، وعندي ذرة ملح. تمام. دي مقادير الكيلو. اللي عاوز يعمل نص بيعمل نص، واللي عايز بيكتر عن الكيلو بيضاعف الكمية. تمام كده. وممكن هنعملها يا بالعجان يا بالمضرب الكهربائي. حاجة هعملها ان انا هجيب الزبدة واحطها في العجان. انا حطيت الزبدة في العجان واستخدمت في الاول المضرب السلك عشان بعد كده هنغيره. المفروض ان احنا نضرب في الزبدة لغاية ما لونها يفتح وتبقى كريمية وبيضة وكريمية خالص. هنضرب فيها بس في وسط الضرب هنحاول نوقف العجان ونلم اللي هي الزبدة اللي بتبقى في الجوانب. انا كده استنيت لغاية ما الزبدة فكت شوية، لان هي كانت طبعا بحرارة التلاجة فكانت ماسكة قوي ففكت شوية، بس ضربتها كام ضربة كده. بعد كده هحط عليها السكر البودرة كله كده. وبعد كده اكمل ضرب بقى لغايه ما تفتح الزبده. ده اللي دي من نجاح البيتي فور، الزبده تبقى فاتحه وكريميه وناعمه. تمام. فانا اعيد الضرب بقى تاني مع الزبده ومع السكر لغايه ما تبقى كريميه وناعمه وفاتحه. وكل ما شايفين كده الزبده اتحولت من اللون الاصفر. احنا هنجيب بقى البيض ونحطه مره واحده. واحنا بنحط البيض كله على بعضه. في وصفات بتحط الصفار، في وصفات بتحط البياض لوحده. احنا لو حطينا الصفار لوحده البيتي فور هيبقى طري، ولو حطينا البياض لوحده البيتي فور هيبقى ناشف. فدي اسلم طريقة ان احنا نحط بيها البيض كله. تمام. وهنحط مع البيض طبعا معلقة الفانيليا الكبيرة، وهنضرب لغايه، احنا مش هنضرب كتير، لغايه ما البيض بس البياض والصفار يختفوا. ما يبقى انا عايزه اقول لكم بس انا هضيف مكون، هضيف منه معلقه صغيره مع الخليط دوت، والبيض بيتضرب مع الزبده. المكون ده طبعا انا عملت بيه في البسكوت وفي الغريبه. ده بيدي للنواعم ريحه بجد بتجيب من اخر الشارع. فانا هضيف معلقه من قصانص الحليب، معلقه صغيره. دي كفايه قوي، كافيه ان هي تخلي الريحه تجيب لاخر الشارع. هستنى بس لغايه ما البيض يختفي مع الزبده وبعدين اطفي عليه. كده تمام، البيض اختفى خالص من الزبده. انا كده غيرت المضرب بأداة العجن او الكف دي. تمام. انا هحط بقى كميه الدقيق اللي عندي كلها، سواء نص او كيلو او على حسب الكميه اللي انت عاملاها. هحط كميه الدقيق وابدا ان انا بس الم العجين. ما اضربش كتير او اعجن كتير، لان احنا متفقين ان النواعم ما بتحبش العجن. كل ما تعجني فيها طبعا ما بتبقاش حلوه، ما بتديكيش نتيجه كويسه. فانا كده حطيت الدقيق بتاعي اهو، وهبدا ان انا الم العجينه. اول ما الاقي العجينه خلاص الدقيق اختفى في الزبده، خلاص بقفل عليه كده. انا عندي العجينه بقت تمام زي ما احنا شايفينها كده قدامنا. لو الجو حر بناخدها نحطها في التلاجة شويه،
ولو الجو شتاء او الجو عادي برد يعني الحرارة رطبة، بنشتغل فيها على طول. بنكون مولعين الفرن على درجة حرارة 180 قبليها ب10 دقايق، وبنشتغل فيها على طول. انما لو الجو حر بنحطها ترتاح بس في التلاجة 10 دقايق ونبدأ نشتغل فيها. نسيت بس اقول لكم اللي هو ما بيشتغلش بعجن وبيشتغل بالمضرب الكهربائي. بعد ضرب البيض مع الزبدة، بعد كده بقى بيقلب بمعلقة خشب، مش يعني يحتاج للمضرب الكهرباء تاني. مجرد حبيبي كده انا جبت العجينة بتاعتي اهي، وانا هبدأ ان انا اشتغل فيها. تمام. انا هعمل نصها ابيض ونصها شوكولاتة، بس دلوقتي هعمل باللي هو القمع ده. انا عندي ده وعندي ده، شايفين الفرق بين الاتنين؟ ده اكبر والسنون بتاعته متنية، ده اصغر بس السنون بتاعته مستقيمة كده مش متنية. فانا جربت الاتنين، لقيت اللي هو الصغير اللي هو سنونه دي مستقيمة كده مش متنية زي ده احسن في النقشة. فانا هستخدم اللي هو التيب دوت او القمع ده. انا عبيت القمع بتاعي اهوت، وخلينا متفقين ان احنا طبعا مش بنملى القمع لاخره، تمام. وبنيجي من النص هنا، بيبقى ايد هنا ايد في النص، وبقيه العجينه ماتش كله ضغطه واحده، تمام. فانا دلوقتي هعمل ايه قدامكم كام واحده كده، وانتي برضو على حسب النقشه اللي انتي بتحبيها، تمام. اهي زي ما احنا شايفينها كده، ممكن نخليها عاليه وممكن نخليها رفيعه. شايفين النقشة اهي زي ما احنا شايفينها كده في منتهى الجمال اهي، وردة. انا هخليه ياخد لون من فوق ولون من تحت، لون فوق بسيط وتحت اللي هو الذهبي الفاتح. فانا دي هدخلها الفرن واتابعها، هي مش هتاخد اكتر من 10-12 دقيقة. الفرن قلنا متولع مسبقا على درجة 180 درجة لمدة 10 دقايق، وهنحطها على الرف الاوسط، تمام. هيحمر من تحت اللون الذهبي الفاتح، وبعد كده نولع الشواية على الهادي كده، ونخلي بالنا منهم لما ياخد اللون الذهبي الفاتح خالص، ده بيبقى افتح من تحت. ممكن نجرب برضو مع بعض نقشة تانية. ممكن مثلا نعمل اللي هي الأصابع الطويلة دي كده، بس كده. هكمل الصينية بقى وارجع لكم تاني. بصوا كده انا خلصت التشكيلة اللي هي الأصابع ديت، تمام. هستنى التالية لما تطلع من الفرن وادخل دي، واكمل بقية الكمية كلها وارجع لكم تاني. انا عايزه اوريكم اهيت اول صينيه طلعتها بالمنظر ده، هي سخنه، انا بصراحه مش قادره المسها. انا بحب بقى الوش يبقى واخد اللون الذهبي ده، ومن تحت طبعا شايفين اهو اللون بيبقى اغمق من الوش بحاجات بسيطه اهو، جميل جدا. هو سخن طبعا، انا هسيبه في الصينيه لغايه ما يبرد. كده خلصت العجينه اللي هي بالفانيليا، عملت كله بالفانيليا، ودي العجينه اللي باقيه دي تقريبا يعني حوالي ممكن تكون تلت العجينة أو أقل من نصها. هحط عليها معلقة كاكاو ومعلقة يعني كبيرة، يعني مش مليانة قوي، زبدة بحرارة المطبخ، وأخلطهم ببعض ونرجع نعملهم مع بعض، نشكلهم مع بعض. أنا حطيت مع حوالي معلقة ونص كاكاو خام، تمام. هتبدأ تنزل بقى مشكلة. شايفين هي نزلت في الاول ابيض عشان كان لسه بواقي العجينه الفانيليا لسه موجوده طبعا في الكيس. هكمل الصينيه بقى ونرجع. انا هعمل صينيه اللي هي الاصابع دي هعملها شوكولاته مع الفانيليا، عشان لو حبينا نلزقهم ببعض كده خلصت انا الصينيه اللي هي اصابع الشوكولاته ديت. هكمل الكميه كلها واسويها كلها، ونرجع نشوف الكميه الفانيليا والشوكولاته بعد ما استوت. كده انا خلصت كمية البتي فور بتاعتي كلها، اللي بالشوكولاتة اللي هي اقل من نص الكمية، واللي بالفانيليا. شايفين طبعا السوا بتاعه جميل ازاي، الذهبي واخد اللون الذهبي الفاتح الجميل ده.
اللي هي الأصابع دي، شايفين شكلها عامل ازاي من ورا هي، ومن قدام لونها ذهبي فاتح جميل. حتى الوردات برضو اهي من ورا ذهبي، ومن قدام برضو من فوق الوش بتاعها الذهبي الفاتح جميل. انا كده خلصت الكمية كلها، وهنجهز بقى المكونات اللي هنزين بيها ونرجع نزينها مع بعض. بصوا انا كده حضرت الحشوات اللي انا هزين بيها البيتي فور. انا عندي فرماسيل اللي هو اللي بالشوكولاته، وفرماسيل ملون اهو، ودوت لوز مطحون، حبه لوز مطحون، ودوت فستق، فستق اصلي على شويه فستق كداب. تمام. ودي حبه مكسرات مشكله طحنتهم فوق بعض. تمام. وعندي ديت شوكولاته بيضه اهي، انا سيحتها دي باكت 200 جرام، وحطيت عليهم معلقه زيت كبيره وحطيتهم في الميكروويف، وكل 10 ثواني او 15 ثانيه اطلعهم اقلبهم لغايه ما بقوا عندي زي يعني زي ما احنا شايفين بالقوام دوت. التسيح الشوكولاته البني زي الشوكولاته البيضه بالظبط. انا الشوكولاته البني ديت بالحليب مش ساده. فدي الحاجات اللي انا هزين بيها البيتي فور. تمام. انا عندي كمان مربى مشمش اللي هي الكريميه، حطيتها في كيس وهفتحه بحته صغيره من هنا خالص، فتحه صغيره، بحيث ان انا الزق فيه كل اتنين. فكده على طول وتضغطي هينزل الكميه اللي انت عايزاها على حسب حجم البيتي فورايه، وبتقفلي بقى بالتانية. فدي كمان واحسن حاجه بنزين بيها في البسكوتات اللي هي مربى المشمش بصراحه. بس المتوفر عندك اعملي. تمام. وانا حطيت كمان اهي صينيه كبيره وعليها ورقه زبده عشان ازين واحط عليها، علشان لو نزل شوكولاته ولا حاجه ما يبوظش الدنيا. وانا بدات اجيب وردات البيتي فور، وهي انا فتحت الكيس اهوت اللي فيه المربى، بس فتحه رفيعه خالص علشان ما تنزليش كتير. اهو نزلت لي بمنتهى السهوله اهو. هنزلها هنا وابدا ان انا الزق البسكوتين على بعض كده. تمام. وابدا ان انا اغطسها نصها كده في الشوكولاته البني زي ما احنا شايفين كده اهي، وهغطسها في اللوز كده اهو، وهحطها هنا على ورقه الزبده. تمام. هجيب 2 كمان، ونحاول على قد ما نقدر نجيب الاتنين قد بعض. نحشيها من جوه شوكولاته عادي، بنحشيها مفيش اي مشكله اهي. هنعملها كده برضو، او لما نحس ان الشوكولاته بتتجمد بندخلها حوالي 10 ثواني في الميكروويف وبنطلعها اهي، بنحطها على ورقه الزبده كده. تمام. شوكولاته هعمله معاكم بالشوكولاته البيضه، نعمل كمان 2. تمام اهو. بنحط مربى برضو، اللي عايز شوكولاته عادي بيحط جناش شوكولاته او شوكولاته اللي هي بديله النوتيلا او اي حاجه. تمام. هجيب الشوكولاته البيضه اهي واغطسها فيها. تمام. ونجيب الفستق اهو زي ما احنا شايفين كده، وهنحطها برضو هنا. هنجرب اهي. ماشي. ممكن نحط لها بقى اللي هو الفرماسيل الملون اهي، ونحطها ونشكل بقى زي ما احنا عايزين. انا عايزه اوريكم بس انا حطيت معلقه زبده بيستاشيو على الشوكولاته البيضاء، ودخلتها الميكروويف وسيحتها تاني وقلبتها عشان تديني كريمه البيستاشيو كده، فزينت بيها. فهنشوفها مع بعض. انا كده جبت جزء من اللي انا زينته. انا ما حطيتش الكميه كلها، حطيت جزء بس في طبق التقديم عشان نشوفه مع بعض شكله ولا اروع من كده. شايفين الاصابع الطويله دي جميله جدا. في منها اللي نفس اللون 2 بني او 2 ابيض، وفي واحده وواحده، ومزينينهم باي حاجه موجوده عندنا، اي مكسرات سوداني اي حاجه موجوده عندنا. الفرماسيل اللي هو الملون او البني ده بيبقى مش غالي، جميل جدا. مهما كلفناه مش هيجي بتمن اللي احنا بنجيبه من بره. يعني احنا بتمن نص كيلو من بره بنعمل منه حوالي كيلو ونص او 2 كيلو، زي ما احنا شايفين بالمنظر الجميل ده، ولا اروع من
عامل كده طعم وشكل وريحة وكل حاجة وجودة وكل حاجة عاملينها على ايدينا. هنجرب واحدة اهيت بكريمة البيستاشيو اهي زي ما احنا شايفين. بصوا عامل ازاي، ماسك نفسه وفي نفس الوقت ناعم جدا وجميل، هش كده بتقطميه يعني جميل جدا، احسن من بتاع بره 100,000 مرة. فلو عجبكم الفيديو وعجبتكم الطريقة وعملتوها ونجحت معاكم ان شاء الله تنجح، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب ودعوة حلوة من قلوبكم الجميلة، واشوفكم على خير في فيديو جديد مع مسك وعنبر. مع السلامة.